مولانا من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وإمامنا وحبيبنا ونورنا وقدوتنا ومعلمنا محمد حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. صلوا على رسول الله. صوت ضعيف ونعسان. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهل الشام معروفين بمحبتهم للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في ليلة الصلاة على رسول الله. هذه الليلة هي الليلة الغراء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكثروا. أقل الإكثار 70 أو 700، 7 مضاعفات 7 قال العلماء. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة أقل شيء. أقل الإكثار أكثر من الصلاة والسلام عليه في الليلة الغراء، هي الليلة، واليوم الأزهر يعني بكرة يوم الجمعة، فنتواصل إن شاء الله. نحن أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عامة في كل أوقات عامة، وفي هذه الليلة خاصة نكثر فيها من الصلاة. حتى كان الشيخ علي الفروجي من أكابر العلماء في العالم الإسلامي، جزائري مغربي هو، كان يقول يا بني، كان هنا في الشام، إن استطعت ألا تنام هذه الليلة إلا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. تقضي الليلة كلها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، حديث من أحاديث رسول الله ينير به ليلنا إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن البلاء لينزل وإن الدعاء ليصعد فيعتلجان. بلاء نازل يا إخواني، ينزل بالإنسان، والدعاء يصعد فيعتلجان، فيرفع الدعاء البلاء. الله أكبر. الدعاء يا أخواني، الدعاء العبادة الأولى للمؤمن الدعاء. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يسأل الله يغضب عليه. شلون يعني ما يسأل الله يغضب عليه؟ لأنه أنت لما عم تدعي شو عم تعمل؟ يعني أنت أصلا أنت محتاج حتى عم تدعي. طيب اللي ما بيدعي شو معناتها؟ ما بدي شيء. شو يعني ما بدي شيء؟ يعني ما بدي شيء، خلاص ماني محتاج شيء، أعوذ بالله. في حين المعنى قديش قبيح. شو ما بدك شيء؟ أنت عبد لله سبحانه وتعالى. من لا يسأل الله يغضب عليه. بعدين اللي بيدعي بيقول يا رب، يعني هو عم يقر بإسلامه. شو يعني يا رب؟ يعني يا رب أنا ضعيف. يا رب شو معناتها؟ يعني أنت قوي. يا رب يعني أنت كريم معطي. يا رب هيك معناتها يا رب. فاللي عم يقول يا الله ويدعي هو يقر بكل صفات الربوبية لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه. في حديث جميل جدا جدا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم. شو حيي كريم؟ إن الله حيي كريم يستحي أن يمد العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. إن الله، حديث جميل جدا، حيي كريم يستحي أن يمد العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. قال لك حيي كريم. يا إخواني، الكريم من هو الكريم؟ شو تعريف الكريم؟ هو الذي يعطي، ما بيهمه العطاء، يعطي. مظبوط. طيب فما بالك إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي؟ كيف يعطي الملك سبحانه وتعالى؟ إن الله حيي كريم. بعدين في ملمح أحلى وأجمل. يعني أنت إذا بدك حاجة من إنسان، بدك طلب من شخص بشر هون، شو بتعمل؟ يمكن لحتى تأخذ حاجتك يعني تبلش تمهد لتوصل لحاجتك. مزبوط. فبتقول له والله أنا كان معي القصة الفلانية وصار معي الموقف الفلاني وصار كذا، فلذلك أنا اضطريت لحتى شو تأخذ بدك إياه. مزبوط. بس هذا الأمر غير موجود مع الملك سبحانه وتعالى. شو يعني؟ يعني أنت قبل ما تحكي هو عرفان أصلا شو بدك. فهمتوا شو قصدي؟ مجرد ما تقول يا رب هو عرفان أصلا أنت شو بدك من غير ما تسأل. لذلك إن الله حيي كريم يستحي أن يمد العبد إليه يديه سبحانه وتعالى ويردهما صفرا خائبتين. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أربنا بعيد نناديه أم قريب فنناجيه؟ الله بعيد حتى نقول يا رب؟ في بعض الناس هيك بدعي يا الله. أم قريب فنناجيه. نناجيه من الصوت المنخفض، النجوى هو الصوت المنخفض. فالغريب إنه مو الحبيب هو الذي جاوب على السؤال. مين اللي جاوب؟ رب العزة سبحانه وتعالى، الملك. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شو يا رب؟ أجيب. مصدق هالكلام ولا لا؟ إنه الله عم يقول لك أجيب. طيب تدعي
بدعي يعني بس مو كتير. بتعرفوا شو بصير فينا نحن يا اخواننا؟ انه نحن ندعي والله بيستجيب لنا، بس بعد ما يستجيب لنا بيجي الشيطان لنا بفهمك انه هالشغله صارت مو بسبب الدعاء، انه هيك اجت صدفه. اعوذ بالله، شو صدفه؟ ولو نحن صحينا لهالقصه هي انه ربطنا الدعاء باللي مزبوط. هلا كله عم يهز لي براسه. انا مره سالت شاب قال لي انا كثير بدعي الله والله بيستجيب لي، بس اللي بيصير انه انا بعد ما بدعي بنسى انه انا بسبب الدعاء صار معي هيك. كله عم يهز براسه. يا اخواني امر عجيب هذا، الدعاء مستجاب. ادعوني استجب لكم، يقول الحق سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم. قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب. شوف كلمه قريب، شوف الرحمه اللي بكلمه قريب. قريب، مين اقرب الناس منك؟ اقرب اللي امي، اللي ابي، ابني. ما طيب مين اقرب، انت ولا الملك سبحانه وتعالى؟ الله. ام هيك ماسكه ابنها وعابطته وضاممته، مين اقرب لهذا الغلام، هي ولا الله؟ سبحان الملك. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. سبحان الله. اخواني هذا امر عظيم. الدعاء من لا يسال الله يغضب عليه. لذلك كان الصحابه يقولون كنا نكتب دعواتنا، يكتبوا دعواتهم الله يرضى عنهم يسجلوها ونلح عليها في رمضان. طبعا رمضان وغير رمضان الدعاء، ونسأل الله هذه الدعوات، نضل نقولها ونعيدها بكل سجدة، بعد كل إفطار، بعد كل وقت مجاب فيه الدعاء تلاقي يدعو فيها الدعوات هي. حتى والله يقول الصحابة ما ينقضي رمضان ويأتي رمضان القادم إلا وقد استجاب الله لنا ما دعونا. ادعوا الله، يقول صلى الله عليه وسلم. طبعا هالدعاء اللي عم بحكيه كله له شروط بالإجابة. شو شروط إجابة الدعاء؟ شروط إجابة الدعاء 4 شروط. أول شرط من شروط إجابة الدعاء اليقين. اليقين بالاستجابة. شلون يعني؟ يعني عم بدعي وأنا متيقن إنه الحق سبحانه وتعالى سيعطيني ما أدعو. ما إذا ما لك متيقن ما تدعي، أو ادعي بس ما في استجابة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. شو يعني؟ يعني عم بدعي وأنا متيقن إنه رب سيعطيني، مو والله مثل هداك اللي عم يدعي يا رب بدي كذا بس والله رب صعبة، يعني أنا بعرفها يعني ما حتزبط. أعوذ بالله، شو ما حتزبط؟ عم تسأل مين أنت؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، اليقين. الشرط الثاني من شروط إجابة الدعاء الخشوع والخضوع والتذلل في الدعاء. تدعي هيك بحرقة، هذا شرط. أي شرط؟ كيف كان يدعي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لما يدعي الحبيب كان يمد يداه هيك، كان صلى الله عليه وسلم يمد هيك ويحط رأسه بين يديه هيك. إذا شكله هيك معناته قلبه كيف؟ تخيل المشهد. ويوم بدر رفع يديه هيك صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى سقطت العباءة من على كتفيه. يقول له يا رب إن تهلك هذه الطائفة فلن تعبد في الأرض. مين قصده الطائفة؟ أهل بدر يعني. طب احنا ما بنقول هيك لله، بس الحبيب صلى الله عليه وسلم مدلل على الله بيقول اللي بده اياه. اما احنا نتأدب بالدعاء مع الله سبحانه وتعالى. قال له إن تهلك هذه الطائفة فلن تعبد في الأرض. فادعوا الله بخشوع بتذلل بخضوع. هي الشرط الثاني. الشرط الثالث لاستجابة الدعاء، ذكروني شو عدم الاستعجال. هي ضرورية لأهل الشام. هي عدم شرط لكن يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. صرنا 6 سنين عم ندعي له، هلا عم تدعوا بالصلاة أنتم. واحد قال لي الله ما حيستجيب. الله وكيلكم هون برا على باب الجامع. قال لي ماذا أخلقكم من الدعاء؟ كل صلاتكم تدعوا، كل صلاتكم كل صلاة ما ندعي. شو دخلك أنت؟ كل صلاة بدنا ندعي. قال الله ما حيستجيب لأنه هو الله. استغفر الله العظيم. إخواني دعاء أمر خطير. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي فيترك الدعاء، ببطل يدعي. تمام يا إخواني؟ فعدم الاستعجال شرط الثالث. الشرط الرابع والأخير، أول شرط شو قلنا؟ اليقين، يقين بالإجابة. الشرط الثاني خشوع وتذلل وخضوع. الشرط الثالث عدم الاستعجال. الشرط الرابع شو كان؟ هلأ قالوا أخونا هون الله يجزيك الخير، أكل الحلال. هي إلا دعوة بالاستجابة طبعا. شوف ادعي قد ما بدك وابكي قد ما بدك وعيط قد ما بدك، إذا أكلك إذا ما دخلك في حرمة ما في استجابة
أبدا، مستحيل. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ذكروني شو الحديث؟ أطب دعوة أطب مأكلك، هذا حديث، هذا أطب مأكلك تستجب دعوتك. في حديث آخر رب أشعث أغبر ما يطيل السفر، يقول صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه. شوف شو عم يقول لك، شو قصده أشعث أغبر؟ يعني شايف التذلل بشكله تعبان كتير، يعني متذلل. بعدين يطيل السفر، لأنه من مواطن إجابة الدعاء شو؟ بالسفر. يعني كأنه عم يقول لك النبي هو محقق كل الشروط. رب أشعث أغبر، يطيل السفر، يقول يا رب يا رب، شوف دعائه، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ هذا ما في له إجابة. لذلك أكل الحلال أمر خاص جدا وضروري جدا. دير بالك يا أخي، دخلك في شبهة بعد عنا، اتركها، الله بيعوضك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله يا أخواني، هلأ واحد اجى قال لي هيك يونت التسويق الهرمي، قلت له والله حرام، ما ضل الشيخ ما قال حرام. قال لي خلص تركتها إن شاء الله. قال لي والله فيها مربح 160,000 بالأسبوع. 160,000. قال لي حأتركها بس لله. أطب مطعمك تستجب دعوتك. لذلك كان علماءنا يوصونا بهذا. طيب تقول لي أنا طيب شو؟ طيب أنا قاعد عند أبي وأنا بعرف أبي بيخبص، شاب مثلا مصروفه من أبوه وأبوه بيخبص، له هيك شو الحل؟ أعطيك حل مؤقت. شو الحل؟ قال بس بدك تدعي وعندك دعوة مستقرة لك كتير كتير، طلع من جيبتك صدقة وتصدق فيها على نية الله يستجيب منك هالدعوة. قال له يا رب دخيلك تستجيب لي هالدعوة هي، لحتى ما ربي يفرج هيك ويهدي أبوك أو تهدي أنت إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ علينا ديننا وإيماننا وأخلاقنا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أمان الخائفين، يا رب المستضعفين، اللهم رحمتك يا رب العالمين، برحمتك عمنا واكفنا ما أهمنا وأغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا يا رب. اللهم ارضى عنا يا أرحم الراحمين، ارضى عنا رضاء لا سخط بعده يا أكرم الأكرمين. صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا بالصلاة والسلام عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وشريعته من العاملين، ولا تحول بيننا وبينه أبدا يا رب العالمين. اللهم فرج عن بلاد الشام فرجا قريبا، فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين، من غير فتنة يا رب. اللهم سلمنا وسلم ديننا يا أكرم الأكرمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بالسر الفاتحة.